تعالوا بقى شوفوا يوم الجمعة واللي بيحصل فيه. يوم الجمعة يعني ايه؟ علي ما عندوش دروس وقاعد لي في البيت. بصوا، شايفين انتوا البانيه وشايفين الكفر المتماسك وشوية مكرونة تحفة. علي قال لي انا عايز اساعدك النهاردة. تعالوا بقى تشوفوا بقى بعد ما ساعدني ليه يا جماعة؟ حطيت انا الفلفل الاسود وشوية ملح كده في طبق، وهنزل عليهم ببصلاية بشرة. دخل عليا بعد الصلاة لقاني ايه، عينيا مدمعة من البصل، افتكر ان انا واقفة بعيط. فقلت ماشي، مش مشكلة، خليه فاكر ان انا بعيط. قال لي وانت بتعيطي من البصل ولا بتعيطي في حاجة مضايقاك يا ماما؟ تقول لا لا لا، مفيش حاجة مضايقاني ولا حاجة، لا لا لا. طيب بصي بقى، دام انت متضايقة كده تعالي اما اساعدك في اعمال البانيه والمكرونة. يا ابني اطلع من المطبخ. قال لي لا، سيبيني اديني بس فرصتي. المهم كده انا غسلت البانيه وقطعت، كانت القطعة كبيرة معايا، قطعتها نصين وبشرت البصلاية وملح وفلفل اسود وتبلت البانيه كده، ما بحطش اي اضافات تانية يا جماعة. بدأت كده انضف الطماطم وحطيت قرن فلفل حراق كده نص في قلب الخلاط، وبدأت كده انضف بقية الطماطم بالشكل ده. كده هعمل شفشق طماطم، وكده كمان ايه بقطع بصلايه كده كمان مكعبات. كان واقف بس بيتفرج عليا وانا بقطع البصل ازاي. كان ساعدني في البصل على الاقل، يعني حاجه يعني عملها. لا هو بص هيساعدني في ايه، هيفرم لي الطماطم. فرم الطماطم، وتعالوا بينا بقى نشوف هيعمل ايه تاني معانا. كده خلص الطماطم. وكده بقى تعالوا بقى اقول لكم يوم الجمعه ده وقلبان المطبخ يوم الجمعه. بصوا بقى كده بيضتين وعليهم شويه ملح وشويه فلفل اسود، وعليهم كمان ايه، يعني ربع كوبايه كده من ايه، من اللبن. كده هدوبهم مع بعض بالشكل ده. كده انت شايفين هو يرب شويه وانا ارب شويه. شويه دي معلقتين او ثلاثه من دي ومعلقتين او ثلاثه من البقسماط. البقسماط بتاعنا العادي من عند العطار. وكده يا جماعه زي ما انتم شايفين، هبدا بقى كده اجيب البانيه قدامي، اروح حاطاه في الدقيق في الدقيق، وبعدين في البيض، وبعدين في البقسماط. الطريقه التقليديه العاديه بتاعتنا. عايزه اقول لك مفيش احسن منها، وهتشوف الكفر بتاعنا هيبقى طالع عامل ازاي ومتماسك معاكي لغاية اخر وقت. هتبصوا انتوا وانتوا شايفين في الآلية وبعد ما بنخلص الكمية. واقف بقى يتفرج عليا فقال لي كمان اساعدك. قلت له ماشي، يلا انت اعمل مثلا الدقيق، حط في الدقيق وانا احط ايه في البيض والبقسماط. وكده اشتغلنا مع بعض زي ما انتوا شايفين، ايد علي شغاله معايا، ايد على ايد بتبقى رحمه وبتنجز. وخاصه ان احنا كمان عندنا الاحفاد والبيت فيه ناس معانا، فايه فبننجز مع بعض كده الغدا بسرعه، عشان بقى ايه نقعد مع ايه مع ضيوفنا الحلوين المقطقطين. بصوا بقى يا حبايبي بالشكل ده كده خلصنا كل الكميه. طبعا دقيق وبعدين بيض وبعدين بقسماط بالشكل ده. كده هروح بقى ايه المكرونه كمان علي سلقها. بصوا هجيب بقى ايه شويه زيت زي ما انتم شايفين، والبصلايه اللي احنا مقطعينها مكعبات هنزل عليها كده على الايه على الزيت، وهنزل عليهم كمان بمكعب مرق الدجاج. كده هو يقلب شويه وانا شويه، هو شغال وانا شغاله عشان ما تقولوش ايدين موجوده، هو بيحب يساعدني كده. هو بقى كده بنشوح البصلايه كده لغايه ما تصفر معانا، وانزل عليها بكيس صلصه عشان نعزز لون الطماطم، ومعاها شويه ملح وفلفل اسود ومعلقه سكر ومكعب مرقه دجاج. كده خلاص اتشوحت البصلايه معايا بالشكل ده. هنزل عليها بقى بايه بعصير الطماطم، ده السكر والايه ومرقه الدجاج وعصير الطماطم، واسيبها بقى تتسبك. وهي بتتسبك كده هنقلي بقى ايه البانيه. كده هو حط شويه من الزيت، انا قلت لا زود كمان، وبدأ يقلي معايا البانيه. عايزه اقول لكم على حاجه، والله مش تشكير في نفسي ولا حاجه. والدي رحمه الله عليه كان بيحب البانيه من ايدي. جه في اخر يوم، طبعا هو في بلد وانا في بلد، جه في اخر يوم في حياته كان معمول له بانيه. قال لهم لا انا ما بحبش اكل البانيه الا من ايد بنتي ناديه. فبعد ما رحت بعد الوفاه عرفت المعلومه دي. بعد ما عدى كده مثلا حوالي عن اسبوع، رحت جايبه كميه بانيه، وقالوا لي لا نساعدك فيه. قلت لهم لا، ادم والدي هو اللي كان حابب ياكل البانيه من ايدي انا هعمله بايديا واوزعه كله على روحه. عايزه اقول لك انا ما بعملش البانيه الا بالطريقه دي. وكل حبايبي اللي عارفين وكلوا من ايديا البانيه يكتبوا لنا في التعليقات ويقولوا لنا ايه رايكم. زي ما انتم شايفين الكفر بتاعنا متماسك لغايه اخر وقت. بصوا بقى يا حبايبي وكريسبي من بره وايه وطري من جوه. بص بالشكل ده كده خلصنا كل الكميه. وكان عندي بقى كده الاحفاد بقى يعني ايه جم يقضوا عيد الميلاد قاعدين معايا كام يوم. تعالوا بينا بقى ايه بعد ما الصلصه اتسبكت كده هننزل بقى بالمكرونه. تعالوا بينا بقى دخلوا المطبخ هما وعلي، وبدأوا ياكلوا من البانيه قبل ما انا ايه اغرف لهم.
تعالوا بقى نشوف تفاصيل كده حاجة بدون مونتاج الولاد وهم في ايه في المطبخ. كده خلصت المكرونة، تعالوا بينا بقى كده نغرفها. فانا بقى بجيب الطباق الملونة اللي عندي، عشان بقى انتوا عارفين الاحفاد بيبقوا كل واحد كده طالب طبق معين، بروح حاطه شوية مكرونة وقطعة بانيه والمعلقة بتاعته. وتعالوا بقى اتفرجوا هم عملوا ايه